بعد الاداء السيء اللي اظهروه لعيبه الاهلي امبارح قدام الداخليه والتعادل 1-1 والداخليه بتلعب ب 10 لعيبه بس ناقصه واحد، وقدروا ان هم يتعادلوا وكمان كانوا يقدروا ان هم يسجلوا الثاني والثالث لولا ستر ربنا، والحمد لله انها عدت على كده. إدارة الأهلي بتفرض عقوبات مالية كبيرة قوي على لعيبة الأهلي بسبب التهاون والاستهتار امبارح والأداء السيء اللي قدموه قصاد الداخلية، خاصة إن إحنا دلوقتي بقينا في موقف وحش جدا في دوري أبطال إفريقيا، وعندنا ماتش مهم جدا يوم السبت إن شاء الله مع القطن الكاميروني في استاد السلام، ولازم الأهلي يكسب الماتش ده بأي طريقة عشان يضمن إن هو ممكن يصعد إن شاء الله من دور المجموعات دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، خاصة إن إحنا عندنا منافسين شرسين جدا وهو صن داونز والهلال السوداني اللي معروش الا التحفيل علينا رايح جاي. حتى امبارح بعد الهزيمه بعد التعادل امبارح مع الداخليه طلعوا حفلوا علينا وقالوا ان الاهلي بينزل من مستوى اسوأ للاسوأ، مفيش اي كمان تقدم في اداء الاهلي، وان احنا سهل جدا ان احنا ان شاء الله هنكسبه في القاهره. فانا عايز اقول بس لعيبه الاهلي ان الاول لازم تبقوا رجاله وتبقوا عارفين التيشيرت اللي انتوا لابسينه، لان التيشيرت ده مش اي حد يقدر يلبسه. انتوا المفروض ان انتوا لعيبه اصلا دوليه ولاعيبه محترفه، وممكن فيكم محترفين، ممكن فيكم لعيبه ممكن تحترف في اوروبا، فكمان انتوا عارفين ان الدوري الاوروبي كله عندهم تلاحم ماتشات، خاصه ان عندهم بطولات كتيره جدا، واللعيبه ما بتكنش ولا تقول عني ليه، لان هم عارفين ان هم قد التيشيرت اللي هم لابسينه وقد المكانه اللي هم فيها، وبيلعبوا برجوله وعندهم اداء وعندهم قوه بدنيه تخليهم يلعبوا كل الماتشات وضغط المباريات حتى ان كان 3 ايام. ليه؟ لان كولر امبارح قال ان بسبب ضغط المباريات ان احنا بنلعب كل 3 ايام مباراه، فاحنا مش قادرين ان احنا نتدرب كل يوم مرتين صباحا ومساء، وده بيسبب ارهاق لينا ومش عارفين ننتظم في التدريبات، وده بيخلي اللعيبه مش في الوضع بتاعها السليم. فانا عايز اقول لكولر ان عادي، يعني الدوري الاوروبي كل يوم بيلعبوا 3 ايام، كل 3 ايام بيلعبوا مفيش مشكله عادي. فالموضوع انتوا حاولوا ان انتوا تقلدوا اوروبا، هو مش هيوصل للوضع ده بس احنا نحاول، لاننا الاهلي لو ما كانش بيقلد اوروبا امال مين اللي هيقلد اوروبا؟ مين اللي هيقلد اوروبا يا كابتن كولر؟ كولر امبارح انت اثرت جامد طبعا في التشكيله اللي انت حطيتها، اتمنى ان انت تتعلم من التشكيله اللي انت حطيتها واللي غلطت فيها جامد، اتمنى طبعا ان انت تشوف اللعيبه اللي كانت اثرت امبارح في الماتش وتحاول ان انت تبدل اللعيبه ديت او تحسن من ادائها، خاصه ان احنا عندنا في نص الملعب كارثه اسمها ديانج اللي احنا كنا بنعتمد عليه اعتماد كبير جدا، بس بقى له حوالي 3 ماتشات دلوقتي بقى كارثه بالنسبه للاهلي، بقى بيلعب مع الخصم ما بقاش يلعب مع الاهلي اقسم بالله. ديانج امبارح كان بيعمل ميس باص تخلي المنافس ينزل يرجع عليك بهجمه ياخدها على طول تبقى هجمه مرتده ممكن تشكل خطوره، وده ممكن طبعا يكون في ماتشات جايه كتير ممكن يسبب اذى طبعا للنادي الاهلي فيها. وبعدين انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه اخواتي الاهلاويه، امبارح بعد ماتش الداخليه والاداء السيء اللي حصل في ناس كتير قوي طلعت حفلت على الاهلي بما فيهم صحفي زملكاوي ونشر على حسابه الشخصي، وهو بالمناسبه اسمه عبد المنعم فهمي، بيقول ان مهاجم زي مهاجم الداخليه اللي اسمه رشيد اللي سجل هدف امبارح، بيقول مهاجم الرشيد بتاع الداخليه ده من ربع مهاجمه بس قدر ان هو يسجل هدف، لكن وبياخد 100,000 جنيه، لكن مهاجم الاهلي محمد شريف من 50 هجمه بيسجل هدف واحد بس ومسميينه المخيف وبياخد ملايين. فانا عايز اقول لك ان شاء الله يا كابتن عبد المنعم ما تقلقش، ان شاء الله في الانتقالات الجايه هنجيب مهاجم مش هتقدر تتكلم عليه ولا هتقدر تقول حاجه، انا مش هقدر ارد عليك دلوقتي لان فعلا احنا عندنا مشكله طبعا في الهجوم بالنسبه لمحمد شريف، فما ينفعش يكون المهاجم بتاع النادي الاهلي. وانا احب اقول برضه جماهير الاهلي ان بنسبه كبيره جدا محمد شريف مش هيكون ان شاء الله في الاهلي الموسم الجاي، وفي ناس كتيره قوي هتغيب وهتنتقل وهيتم بيعهم بشكل نهائي عن النادي الاهلي او الاعاره، ومنهم طبعا اللي احنا عارفينه ومتاكدين من جماهير الاهلي كلها اللي عارفاه اللي هو بيرسي تاو، وهيكون طبعا معاهم ان شاء الله محمد شريف، وقفشه بنسبه كبيره جدا طبعا هيروح الدوري السعودي، وفي بعض اللاعبين بس لسه مفيش مصادر تاكيد بين اللاعبين دولت اللي هيغيبوا. احنا ان شاء الله اهم حاجه عندنا دلوقتي الماتش الجاي في دوري ابطال افريقيا يوم السبت، اتمنى من اداره الاهلي واتمنى من لعيبه الاهلي ان شاء الله ان هم يلعبوا فعلا برجوله، وان كولر ما يخبطش في التشكيل ويلعب بتشكيله اساسيه احنا حابينها زي اللي نزلت مثلا قدام ماتش سان داونز اللي قدموا ماتش مباراه كبيره جدا فرحتنا احنا جمهور الاهلي، كنا فخورين بالاهلي جدا بصراحه في المباراه دي، مباراه كانت قويه بين قطبين قويين جدا سواء سان داونز او الاهلي، فاتمنى ان الماتش الجاي ان شاء الله يكون الفوز للاهلي عشان نضمن ان احنا ممكن نصعد من دور المجموعات لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. وفي الاخير يا صديقي ما تنساش ان انت دلوقتي لو بتشوفني على الفيسبوك تتابعني وتعمل لايك وكومنت تشجيعا منك، وما تنساش لو انت برضه بتشوفني على اليوتيوب تعمل لي اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك وكومنت تشجيعا منك الاستمرار. سلام عليكم.